بسم الله الرحمن الرحيم. مصر ما كانتش بتلاعب الارجنتين، دي كانت بتلاعب المهلبيه العالميه. اقول لكم بقى الحكايه اللطيفه ديت. هو ماتش كان رائع وظهرت فيه المهارات القتاليه بتاعت اللعيبه والرجاله المصريين وشطارتهم، واحنا لعبنا قصادهم لعب قوي جدا جدا جدا، اظهرته كل وكالات الانباء، ولقناهم درس، ادينا لهم جونين في اهداف نظيفه واخدناها بشرف. والا ان احنا فوجئنا بتحكيم غريب جدا، الغى جون والغى فاول وبيلنتي لمصر، يعني اداء ما في تحيز شديد. وكابتن حسام حسن برضو استخدم إشارة الفيفا بتاعة العنصرية، اللي هي إن في بيتعرض للتمييز العنصري في المباراة، ودي عملها حاجة كانت رائعة جدا، ودليل وعي الكابتن المصري ابن مصر، وعيه ودراسته لقوانين الفيفا كويس أوي وتنفيذه ليها. ده عجبني جدا 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 برضو الأداء بتاع كابتن حسام حسن. بس أنا طبعا كنت منتظر، بطلب منه أو كنت منتظر منه، هو طبعا اللي حصل حصل خلاص واحنا تمام، احنا راضيين ومبسوطين وكل حاجة، بس احنا كنا توقيت اللي كنا عملنا فيه العالم الفلسطيني كان هيبقى أفضل في آخر لحظة ليك. يعني لو كنت بس مباراة دخلت في مجموعة الثمانية بقى كمان، أو يعني يعني أطمع شوية في النهائي بالأداء اللي أنا شفته بتاع الفريق المصري، كان ممكن قوي. كنا ساعتها بقى كل الفريق المصري وهو مغادر تحت اي ظروف، كان كلنا رفعنا العلم بتاع فلسطين، وده واجب علينا ان فلسطين دي اختنا، واحنا كلنا متربين الشعب المصري بيجري في دمه فلسطين. فاحنا يعني احنا مش زعلانين، احنا فرحانين ان احنا رفعنا علم فلسطين اختنا، واحنا كده كسبنا كاس العالم مش ما كسبناهوش. فانا يعني ده مش مضايقني في حاجه خالص، انا سعيد باللي حصل وفرحان وفخور باللعيبه، وعملتوا مباريات حلوه جدا. الف مبروك.